السمك المرجان نوع من انواع السمك الجميله جدا الحلوه جدا، طعمها بيبقى مميز قوي. هنعملها النهارده بطريقه حلوه جدا. للي اول مره يشوفني انا هاله، يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. اولا عندي هنا كيلو من السمك، انا طبعا مقشراه كويس جدا من بره، وكمان فتحت البطن بتاعته ونضفتها وغسلتها كويس هي والخياشيم. نحضر بقى التتبيله بتاعتنا. انا بحب اعمل التتبيله دايما في الكبه. بجيب فصوص الثوم طبعا احطها والفلفل الرومي. يعني ممكن نحط اذا حابين في الخلطة دي نحط فلفل حامي، وممكن لأ. انا مش بحب السمك خالص حامي يعني، معروف كده. بحط له كمان معلقة من الكزبرة، وكمان ربع معلقة من الجنزبيل، وطبعا الكمون الاساسي في التتبيلة والملح. باخد الخلطة دي اضربها كويس قوي في الكبة، وبعد كده بقى اضيف عليها شوية من الليمون. يعني بكتفي بعصير ليمونة كبيرة. لو حابين نزود مفيش مشكلة خالص في الليمون في تتبيلة السمك. التتبيلة دي حتى ممكن لو اتبقت مني بشيلها عادي جدا في التلاجة، متغطية لما بحتاجها تاني. هقلب بقى الخلطة كويس جدا، وطبعا هدوق الملح بتاعي واظبطه. هبتدي بقى بعد كده اجيب السمك بتاعي علشان احشيه بالتتبيلة بتاعتي. يعني يا ريت واحنا بنحشي بقى السمك بالتتبيلة نكون ايه يعني بندوس كده على السمكية، ندخل التتبيلة كده، نشرب التتبيلة جوه لحم السمك، علشان ما يبقاش مجرد ان هو محطوط فيه بس الحتة اللي محطوط فيها التتبيلة بس هي اللي ليها طعم يعني. لا، احاول ان اخلي كل السمكية متبلة بنفس الطعم يعني. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. احاول ادوس على التتبيلة واضغط عليها بلحم السمك علشان يتشرب من التتبيلة بتاعتي دي، وانا بسيبه على الاقل كده مثلا نص ساعة او ساعة في تتبيلة. كمان بعمل حاجة اني بجيب السمكة كده وبشرحها شرايح رفيعة جدا، فتحها فتحات صغيرة جدا كده زي ما انا عايزة، واحدة اتنين، وبدخل فيها الخلطة بتاعة السمك جوه لحم السمك برضو علشان اتبلها، يعني بحيث ان انا ابقى ضامنة ان كل حتة في السمكة متبلة. يعني اللي مش حابب يعمل الخطوة دي، لو عايز يحافظ على شكل السمكة من بره مفيش مشكلة، بس انا بصراحة بحبها في السمك كله عموما. اي نوع سمك بعمله بعمل فيها الخطوة دي. خلصت الكمية كلها بقى هبتدي اشتغل الشغل العادي جدا، ان هاخد السمكة واحطها في الدقيق. ليا حرية الاختيار طبعا، انا ممكن كمان اتبل الدقيق بتاعي يعني بملح وكركم وشوية من الكمون. بس الخطوة دي انا مش شايفاها مفيدة، يعني بتدي بس ممكن لون اكتر للسمك، انما مش بتغير في الطعم. الزيت طبعا يكون سخن، وانا بحط دايما قشرتين من الليمون في الزيت علشان ما يعملش ريحة والسمك بيتقلي. هحط بقى كده على قد ما الطاسة بتاعتي هتاخد معايا، وهخليه على نار متوسطة. هنا انا مش عايزة النار عالية قوي ولا واطية قوي. عالية قوي هيتحرق بسرعة ومش هيستوي، واطية قوي هيبقى طري وطبعا مش هيبقى حلو. دايما بنحب ناكل السمك كده مقرمش يعني. خد لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين، هبتدي اقلبه على الناحية التانية على طول. هسيبه برضو ياخد نفس اللون الذهبي من الناحية التانية، وبعد كده طبعا هخرجه من الزيت. بس كده بسرعة جدا عملنا احلى سمك. عموما اكلة الاسماك بتبقى حلوة جدا، وبالذات لو كلنا متجمعين. غدوة سهلة، يا رب تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله يا ريت تعملوا لي لايك، وكمان تعملوا لي شير واشتراك وتفعلوا الجرس لو لسه مش مشتركين في القناة. واقول لكم مع الف سلامة.